السلام عليكم ورحمة الله. 3 نقط مهمين جدا للنادي الأهلي ضاعوا النهاردة بسبب رعونة وعدم دراية كولر بالمباراة النهاردة. 3 نقط كانت كفيلة جدا ترجع النادي الأهلي للدوري وتطمن بنسبة كبيرة إن الدوري السنة دي هيكون في الجزيرة. لكن النهاردة كولر أدار المباراة بطريقة سيئة جدا. كولر النهاردة سبب رئيسي زي ما نادينا قبل كده وكنا بنقول ان كولر مدرب كبير، لكن كولر اثبت فشله فنيا جدا مع النادي الاهلي. طالبنا من بعض مرات باتشيكو ان كولر يمشي، لكن اداره النادي الاهلي للاسف الشديد اصرت بوجود كولر ودعمت كولر. لكن كولر كان ضد كل الكلام ده. كولر اثبت فشل ذريع في النادي الاهلي. كولر بيحب ويكره. كولر كان سبب النهارده رئيسي في مباراة النهارده ان يتعادل في بلس 90 بجون احمد رضا. تغييرات غلط. النادي الاهلي النهارده بيلعب بدون وينجين. النادي الاهلي النهارده للاسف الشديد ما عندوش اللاعب الوحيد اللي شفناه النهارده بيقدم روح هو امام عاشور. الاهلي النهارده يعني عايز اقول الاهلي النهارده كتير جدا بسبب كولر. ناس لاعب اسمه محمد مجدي قفشه الكوره تماما. لاعب زي عمرو السوليه كنا بنطلق عليه ملك النص، اساسا ما مش في الذاكره بتاعته. اكتر من لاعب في النادي الاهلي تسبب في اليو دانج ان يمشي. حمدي فتحي، احمد عبد القادر، محمد شريف كان سبب في ان النجوم دي تمشي من النادي الاهلي بسبب الحب والكره. لكن النهارده جماهير النادي الاهلي النهارده رغم وقوف الجماهير النهارده في قلب الاستاد مع لعيبته، لكن طلبت برحيل كولر. النهارده اصبح رحيل كولر مطلب جماهيري سريعا. ما قدمناش حل غير حل واحد للاسف الشديد، يا اما اداره النادي الاهلي تجيب مدرب زي كابتن ربيع ياسين ومعاه محمد يوسف يقودوا النادي الاهلي في مباراه سان داونز لغايه ما يجيبوا مدرب كبير يقود النادي الاهلي في الفتره اللي جايه وخصوصا كاس العالم. والا النادي الاهلي للاسف هيوصل لمرحله ما كانتش جماهير الاهلي تتمناها، وهنوصل للاسف الشديد كجماهير الاهلي لطريق مسدود بين الجماهير وبين الاداره وبين كولر. كولر النهارده افقد لعيبه النادي الاهلي روح الفانيلا الحمراء، افقد لعيبه النادي الاهلي روح البطوله، روح الفريق الواحد. كل ده